ايدين تحيي اللي ماتوا من سنين، والصبر مش ابن ليلة. هيلا 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 هيلا. ايدين بتحضن ايدين تحيي اللي ماتوا من سنين، والصبر مش ابن ليلة. هيلا 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 هيلا. طبعا أنا بشكر الدكتور عربي أبو زيد وتوجيهاته لينا جميعا بالحملة الجميلة دي، والحملة اللي تعتبر حملة قومية للحفاظ على نظافة مدارسنا وعلى أشجارنا، وعلى إن الطالب يحس إن هو مشارك معانا في العملية التعليمية. والشكر لجميع المدارس اللي اهتمت بالمبادرة، وخاصة مدارس التعليم الفني. المبادرة دي بتشمل أولا الحفاظ على الحدائق بالصورة اللائقة، الحفاظ على الفصول والحوايط والدهان، إذا كان في أي رطوش فيها أي حاجة يتم دهانها بصفة مستمرة. لو في أي تخط مكسرة إن احنا نصلحها، بحيث إن احنا نحافظ على ممتلكاتنا كتربية وتعليم، ونحسس الطالب إنه مشارك معنا في هذه العملية. الحمد لله مدارس التعليم الفني تقريبا كلها بدأت بداية كويسة جدا. هي طبعا كان عندها تشجير وعندها دهانات، وطبعا احنا كدهانات عندنا الأقسام الزخرفية، وبقية الأقسام بدأوا يدهنوا فعلا الفصول وبدأوا يدهنوا التخت. طبعا أنا بعتبر إن الحدائق اللي هنا دي مملكة وثروة لينا، فلازم الحفاظ عليها، ومش عايزين المبادرة الفترة دي، لا عايزينها تمتد طول السنة، بحيث إن يبقى في يوم كل شهر للتشجير وللاهتمام بالمدرسة والاهتمام بالنظافة. ودي حاجة هتخلي الطالب يبقى عنده انتماء للحاجة اللي عاملها ويحافظ عليها، عشان دي فعلا ثروة احنا نمتلكها وما ينفعش ان احنا نأثر فيها.